عامل ايه يا محمد؟ يا عم انا تمام. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ؟ اتفضلي. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ده امن معانا، عماد. امن معانا يعني شغال هنا؟ شغال. امال ما قامش وقف ليه لما شافني؟ قوم اقف يا استاذه. يقوم يقف ايه بس؟ افهمي يا استاذه. وبعدين هو لابس جلابيه ليه؟ هو في امن هنا يلبس جلابيه؟ يا استاذه افهميني. افهمك ايه بس؟ ده انسان مش محترم، شغال هنا ازاي ده؟ ايه المناظر اللي انت بتجيبها دي؟ ايه المناظر الزباله دي؟ زباله ايه؟ ده شغال معانا من زمان. شايف؟ ده احنا حتى واحنا بنتكلم وسامعني بتكلم وبرضه ما وقفش. انت متخلف ولا ايه؟ بقول لك قوم اقف، قوم فز. يا استاذه يقوموا ايه بس؟ خلاص يا محمد، خلاص انا هم. يلا اتفضل. سنه هنقف في سنه. امرك. في ايه بقى؟ بقى ده امن؟ هو ده حتى قادر يحرس نفسه لما يحرسنا احنا ويحرس الشركه؟ يا راجل ده عايز كلب حراسه يحرسه. يا استاذه انت مش فاهمه الاصابه دي حصلت له ازاي اصلا؟ سببها زي ما يكون سببها، مين اللي بيديله الراتب المناظر الزباله دي؟ ده المفروض اصلا الراتب يتخصم منه قبل ما يتصرف له. بلاش تهريج يا استاذه. انا بلا استاذه بلا زفت. انت ايه؟ انت حتى مش عارف تحمي نفسك يا راجل. يعني مثلا انا لو خدت منك دي كده، شفت وقعت ازاي؟ اهو ده بقى اللي كان قصدي عليه. ازاي بقى قابل على نفسك تاخد مننا فلوس حرام لانك ما بتعملش بيها؟ ها يا استاذه كفايه بعد اذنك. انت ممكن تكلمي مع صاحبه الشركه. صاحبة الشركة سايبة كل حاجة ليا أمانة، وكل الناس عارفة الكلام ده، وكل الموظفين اللي بيشتغلوا في الشركة تحت أمري وبياخدوا مني الأوردرات. ما تتدخلش أنت في اللي مالكش فيه. خلاص يا محمد، هي بتتكلم صح. بعد اذنكم. شفت بقى ازاي طلع بيفهم عنك؟ يا ريت بقى أدخل مكتبي وأخرج ما لاقيهوش موجود. يا رب. طب هو ده ذنبي؟ مشيت ارجع تاني. محمد انا راجع ان انا اقول لك ان مش هلاقي شغل بره. ماليش لقمة عيش يا محمد في اي حته تانية. يا عم عماد انا عارف الكلام ده كويس، بس بقول لك ايه، تعالى اقعد في اي مكان بره لحد ما المديره ما تيجي وانا هكلمها لك. انا عارف اللي حصل لك ده بسبب الشركه برضه. هو ده جزات يا محمد؟ يعني ممكن كنت اخلي اللي يروح واللي يغيب، لكن انا ضحيت بنفسي عشان الشركه، فالنهايه يحصل معايا كده. بقول لك ايه يا عماد، انت قمت بواجبك كويس، وادام عملت اللي عليك بما يرضي الله يبقى ربنا هيجازيك خير. بس معلش عشان ما تقطعش لقمة عيش، هسندك تقعد بره لحد ما المديره تيجي. معلش. عارف يا محمد ومقدر. لا خليك مكانك، انا عارف طريقي كويس. على مهلك. ليه بس كده؟ هو ايه اللي بيحصل معاه ده؟ الراجل ضحى بنفسه عشان الشركه وما رضيش ان حاجه تروح من الشركه، يحصل معاه كده؟ اهلا يا استاذه فاطمه، اتفضلي. أهلا بحضرتك. خير؟ أنا كنت عايزة أكلمك في موضوع كده يعني. اتفضلي. بخصوص عماد ده اللي شغال في الأمن. طب كويس انك انت جبتي سيرته. اكيد حاسه بيه وباللي هو فيه. بصي خدي ال40,000 دول اديهم له. 40,000 ايه يا أستاذة؟ ده كتير جدا. لا مش كتير عليه، ما تقلقيش. ده يعني عاجز زي ما انت شايفة. يعني مش قادرة افهم بصراحة موقفك ده. اهدي بس. اللي حصل له اصلا ده حصل له هنا في الشركه. كان في سطو داخل على الشركه والناس عايزه تسرقها وكده، وهو اللي دافع عنها، واللي حصل له ده كان بسببنا. فانا بصراحه بنزله الشغل عشان خاطر ما يزهقش من قعده البيت والحاجات دي، وانت عارفه ان مفيش حد بره هيرضى يشغله، فبالتالي بينزل هنا الشغل. هو كل شهر بديله مبلغ وعلى اساس ان هو قبضه يعني، عشان برضه ما يحسش بعجز ولا يحس ان احنا بنزله ولا حاجه. بس ده طبعا من الصدقه بتاع الشركه بتاعتنا. من الصدقة. ايوه بس انت عارفة ده ما ينفعش يكون امن هنا خالص. ايوه ما انا عارفه،
ما عشان كده انا جايبه محمد يكون معاه. طيب ماشي، الحق انا بقى اروح اديها له، وربنا يجازيكي خير على عملك الصالح. طيب ثواني يا استاذه، ثواني. ايه؟ اوعي تحسسيه باي حاجه، فهميه ان ده الراتب بتاعه وكمان معاه الحوافز. حاضر يا استاذه، ما تقلقيش من عينيا. مش مدياني فرصه اتكلم، ربنا يهديها. بقى عماد المكسح ده ياخد 40,000 جنيه، حر ونار. يا سلام، حقيقي وللكلاب حظوظ. بس فكرة عماد دي فكرة حلوة قوي. اروح امشيه من الشغل وما اقولش للمديرة اني مشيته، وهي طبعا هتفضل عمالة على بطال تديله بقى صدقة عشان قلبها حنين، واخد انا بقى الفلوس وحلال عليا. ايه يا محمد؟ ايه يا استاذه؟ ايه امال اللي اسمه عماد ده راح فين؟ ما مشي يا استاذه، ما انت حضرتك مشيتيه. صح مظبوط. هترجعي الشغل تاني؟ لا طبعا، انا كنت جاي انبه عليك انه لو رجع تاني اوعى تدخله من هنا، احنا مش ناقصين الاشكال دي تعرنا يا بابا. فتح مخك معايا كده. طيب خلاص ماشي يا استاذه. يلا انت كويس، انت زي الفل. يلا. يا رب رجع من عندك يا رب. بقول لك يا عماد، يا محمد انت امشي بقى، امشي من هنا خالص. ليه؟ ده طلعت ومتحوله ومجنونه يا عم، هتمشيني هترفدني انا كمان، وانت عارف انا في رقبه عيال عايز اربيها. خلاص يا محمد فهمتك، حاضر ماشي انا همشي انا. معلش بقى، الله يسامحك على اللي انت بتعمليه ده. ايوه بقى، هو ده الصح. يا سلام عليا وعلى افكاري. طيب خلاص ماشي خلاص، انا حتى قفلت الحسابات هنا في الشركه وهاجي دلوقتي. تمام ماشي يلا سلام. ما اقوم اخلص انا بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده، امال فين عماد؟ عماد ما هو مشي راح فين؟ مش ساب الشغل وروح. ايه ده؟ ما هي الاستاذه طردته من هنا وعاملته بمعامله مش كويسه، وقالت له انت عاجز، انت ما تنفعش ما تنفعش تحرس نفسك. استاذه مين قصدك؟ فاطمه؟ ايوه يا حاج. ازاي ما قلتليش حاجه زي كده؟ هو انا قاعده ماليش لازمه في الشركه هنا ولا ايه؟ لا معاذ الله، بس انا قلت ده اوامر جايه منك انت. اوامر ازاي؟ انت عارف انا بعمل عماد ازاي؟ وبعدين ده كل العملاء اللي بتيجي هنا بتيجي عشان خاطره، ده الناس كلها بتحبه. لا انت ما تعرفيش يا استاذ، ما تعرفيش يا حاج، ما تعرفيش. ده كان قاعد قدام الباب وصممت برضه ان انا ماشيه من هنا خالص. ده يمكن الدموع في عينيه مسكين، الله يعينه. ازاي يحصل كل ده وانا ما اعرفش؟ محمد بعد اذنك لو سمحت تروح له البيت دلوقتي وتجيبه حالا، ولا اقول لك انا هاجي معاك. ما تغلبيش نفسك، انا اروح له البيت واجيبه. طيب تتصل عليا اول ما توصل الشركه. تمام ما تتاخرش يا محمد. لا حالا بعد اذنك. ماشي. وانت بقى يا فاطمه شغلك معايا انا، اصبري عليا. يا رب اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ بس هما اللي عشموني وقالوا لي ينفع تشتغل، بس انا كنت اعمل ايه؟ مفيش بداية حاجة، كنت لازم اوافق ولازم اطاطي. ما هو محدش يرضى يشغلني وانا بالطريقة دي. يا رب رزقنا من عندك يا رب. ايه ده، انت لسه ما مشيتيش يا حاجه؟ ده الموظفين كلهم مشيوا. لسه ما مشيتش. بقول لك ايه يا فاطمه، هو انت اديتي الفلوس لعماد؟ طبعا، مش حضرتك اديتيني الفلوس وقلتي لي اديهم له؟ طبعا. طيب وايه بقى يعني، كان مبسوط يعني ولا ايه؟ ده فرح بيهم قوي وقعد يدعي لك ويقول ربنا يكرمها ويخليها. امال هو راح فين؟ راح يشوف عياله، ما هو ليه عيال. كويس ان انت عارفه ان هو له عيال. هو انت ما فيش في قلبك رحمه؟ انت ما بتحسيش بني ادم زي ده عماله اوصيكي عليه تقومي تمشيه وتبهدليه بالمنظر ده؟ انت اصلا مين اللي اداكي الامر انك انت تعملي كده وتبهدليه وتمشيه؟ مين اللي اداك؟ انت صاحبه الشركه؟
انت اللي بتدي اوامر هنا. ازاي تمشي واحد زي ده؟ حرام عليك. ده اللي حصل له ده اصلا عشان كان بيحمي مالي وبيحمي شركتي، تقوم انت تعملي كده باي حق؟ بحق ان انا وانتي عشرة عمر، وانا خايفه على مصلحتك وخايفه على مالك. الحق عليا اني بحاول احافظ لك على فلوسك على قد ما اقدر. واحد ده عايزه تقعديه ليه يعني؟ ده مش منظر ولا شكل يقعد يحرس شركه. مش انت اللي تحكمي. عشرة عمري يبقى تخاف عليا وعلى شكلي وعلى منظري، لكن انا بعمل لله. واحد زي ده بخاف على عياله، وعارفه ان بقولك ان مفيش مكان هيرضى يشغله، وان اللي حصل له ده حصل له بسبب هنا، بسبب ان هو كان امين على شغلي. تقومي تعملي فيه كده وترميه؟ بصراحه بقى يا حاجه، انا شفت انه يستاهل اللي انا عملته ده. يستاهل؟ محدش يستاهل الطرد من هنا غيرك انت. انت اللي هتمشي، ومش هتمشي كمان بشهاده، ده انت هتمشي مفصوله من هنا، ومش هتاخدي ولا حق من حقوقك، لانك انت مفيش في قلبك ذره رحمه. انت ايه، ما بتحسيش بالبني ادمين؟ ما هو انت مش منهم، لان انت لو بني ادمه كنت حسيتي بالضعيف، كنت حسيتي بالبني ادم اللي زيك، لكن ده بيعول اسره. انت ايه يا ست انت؟ ايه يا عماد؟ يا محمد. معلش بقى، سامحني ان انا كنت بكلمك بالطريقه اللي مش كويسه دي. لا يا محمد، انا عذرك. طب عامه الحاج المدير عايزاك، وهي اللي بعتتني ليك وقالت لازم تجيب عماد دلوقتي. لا يا محمد، كفايه بقى تهزيق لحد كده وقله كرامه. وبعدين الاستاذه عندها حق، ازاي ياخد راتب وانا اصلا ما بعملش بيه يا محمد؟ لا انا مش رايح. ما بتعملش ايه بيه؟ انت في ايه يا عم عماد؟ ورجلك اللي راحت دي، ما انت كنت في الشركه برضه، وحشت عن الشركه بلاوي كتير كان هتحصل، والحاجه عشان كده متمسكه بيك. وبعدين هو انت بتاخد حاجه؟ ده الارزاق بتاع ربنا يا اخي. تعالى اقول لها الكلمتين دول وانت بقى اصطفل انت وهي. يلا تعالى. ماشي يا محمد. على مهلك. على مهلك يا عم عماد. خلاص يا حاجه، خلاص بقى حقك عليا. ما كانش يستاهل يعني كل الزعيق والمرمطه اللي انت عماله تمرمطيها لي دي. لا، الحق ده يترد للي اتهان، انما حقي منك انا هعرف ازاي اخده. انا باخد حقي من ربنا، لكن انت لازم تتعاقبي. لا يا محمد، انا مش هخش، انا حاسس ان انا اتهزق تاني. تتهزق ايه؟ المديره اللي عايزاك، الحاجه. ادخل ادخل يا عم عماد، ادخل. على مهلك. ارتاح، اقعد يا عماد، اقعد ارتاح. ازيك يا ست مدير؟ على مهلك خالص، على مهلك. نورت مكانك. الله يكرمك. اتفضلي اعتذري له، بقولك اتاسفي. لا طبعا، لا يمكن اتاسف له. يبقى زي ما انا قلت، مفصوله. اطلعي بره، اطلعي بره. بره. ايه ده عماد؟ انت خدت ال40,000 اللي انا بعتهم معاها؟ لا ما خدتش اي حاجه. ايه؟ محمد هاتها بسرعه، يلا يا محمد. استني عندك. عايز إيه انت كمان؟ المديره عايزاكي. وانا مش عايزه اروح لحد. لا، هتروحي لها. انت ازاي بتكلمني كده؟ انت حته امن، لا رحت ولا جيت. نسيت نفسك ولا ايه؟ لا، ما نسيتش نفسي. انا امن لكن موظف لحد دلوقتي في الشركه، لكن انت اترفدتي من الوظيفه. على فكره انا مش عايز اهزقك اكتر من كده. يلا امشي امشي، يلا ادخلي قدامي. ايه خير؟ مش لسه طاردني من شويه؟ ما تعرفيش تتكلمي وانت واقفه هنا؟ لا، ما اعرفش اتكلم وانا واقفه هنا، وبعدتش تحت امرك لاني ما عدتش بشتغل عندك. تقدري تقولي لي بقى عايزه مني ايه؟ احترمي نفسك وانت بتتكلمي مع الحاجه يا بنت. انت قبل ما تمشي قلتلك ادي 40,000 لعماد، اديتهم له؟ ما انت عارفه ان انا اديتهم له. بجد؟ انت اللي كذاب. انت اللي 60 كدابه. انا صدقه هو، انما ما صدقش واحده زيك ما عندهاش ضمير. طلعي الفلوس. والله بقى اللي انا قلته لك هو اللي عندي. عايزه تصدقي صدقي، مش عايزه تصدقي انت حره. بقول لك طلعي الفلوس يا بنت انت. طلعي الفلوس يلا. خدي زفت فلوسك اهي. زفت على دماغك، انسانه حقيره. اطلعي بره. يلا غرف 60 دقيقه، ما تجيش هنا تاني.